تعالوا نتكلم النهارده على نقلة نوعية في مجال إدارة المشروعات. بنتنقل من طريقة تفكير سكوب دريفن إلى طريقة تفكير فاليو دريفن. ببساطة شديدة كلنا متعودين ان احنا بنبدا المشروع بتاعنا علشان نحقق السكوب اللي مطلوب مننا، عشان نحقق الاعمال اللي مطلوبه مننا، عشان نطلع المنتج او النتيجه النهائيه اللي مطلوبه مننا. فيبقى دماغنا فين؟ دماغنا كلها منصبه ناحيه ازاي نطلع المنتج دون او السيرفيس دي او البرودكت دون. وده مش غلط، ده صح وكل حاجه، ولكن في نقله نوعيه النهارده في طريقه تفكيرنا. ايه النقله النوعيه دي؟ النهارده احنا بنتكلم ان احنا فاليو دريفن. يعني ايه فاليو دريفن؟ اي حد فينا، وانا بتكلم عن اي حد فينا، بيشتري اي حاجه، هو في حقيقه الامر انت مش بتشتري المنتج، ولكن انت بتدفع مقابل القيمه اللي انت بتحصل عليها من المنتج بتاعك. مثال، اللي بيروح يشتري ساعه رولكس، تفتكروا اللي بيروح يشتري ساعه رولكس دون بيشتريها عشان يعرف الساعه كام؟ بكل تاكيد لا. امال دافع المبلغ دون ليه؟ دافع المبلغ دون عشان فاليو، قيمه معينه هو الوحيد اللي قادر يدرك معناها. اللي بينزل يشتري يخت بكذا مليون، تفتكروا هو محتاج اليخت دون علشان مجرد ان هو يتفسح فيه؟ اكيد ده عشان قيمه. الشركه اللي بتستثمر وبتعمل سوفت وير كبير عشان يقدر يدير كل حاجه في الشركه، تفتكروا هي بتدفع الفلوس دي كلها عشان تمتلك السوفت وير؟ برضه بالتاكيد لا. كل واحد في الامثله اللي احنا قلناها دي وراه فاليو. كل منتج وكل سيرفيس وكل حاجه احنا بنحصل عليها او بندفع فلوسنا مقابل ليها، احنا مش بندفع مقابل المنتج نفسه، ولكن بندفع مقابل اللي بنسميها perceived value، القيمة اللي احنا شايفينها من وجهة نظرنا لحصولنا على المنتج دون. طيب دون يعدل تفكيرنا ازاي بروجكت مانجمنت؟ بدل ما انا تفكيري كله منصب ان انا اطلع النتيجه زي ما هي متفقين عليها، لا، تعالى نبتدي نتنقل خطوه اوسع شويه. حضرتك محتاج المنتج دون ليه؟ حضرتك محتاج الخدمه دي ليه؟ فتعالى نجري ورا الفاليو، ورا القيمه اللي احنا هنوصل لها ان شاء الله. ده يخلينا نقدر نعدل في السكوب، وماله نعدل في السكوب. ده يخلينا نقدر نعدل في البلان، وماله ان احنا نعدل في البلان. المهم ان احنا نوصل لاكبر فاليو ممكن مقابل الفلوس اللي بتتصرف في المشروع بتاعنا. هنا النقله النوعيه من سكوب دريفن الى فاليو دريفن مايند سيت. اشوفكم في فيديو تاني.